ماما جايه يا لولي، ماما جايه يا لولي، يلا يا لولي، يلا يا لولي. النهارده جالنا احلى خبر ممكن نسمعه في الفتره اللي فاتت دي كلها، وهي ان اموله راجعه البيت النهارده. هي بصراحه جايه النهارده مع اهلها، معرفش هي راجعه البيت راجعه ولا لا، بس ده في حد ذاته حاجه حلوه جدا ان هي قررت تيجي عندنا وما يبقاش في اي حساسيه خالص واحنا قاعدين مع بعض. طبعا انتوا هتقولوا لي ايه السعاده اللي فيك قوي النهارده دي، على عكس الفيديوهات اللي فاتت كلها انت مكتئب ومخنوق. اي نعم هم قالوها لي فجاه كده احنا جايين لك في الطريق، بس انا ما كانش ينفع اسكت ولازم احضر النهارده تحضيره حلوه قوي ليهم النهارده، والصديقه المستضافه بقى ايه من اللي قلبك يحبها. ساره بصراحه وكلتها ان هي تعمل شويه بصل اللي هي بتعرف تعمله، بصراحه انا عليها بتحرقني وكده، وعملنا بقى ايه شويه لحمه وشويه فراخ، وقلنا ايه نقوم بالواجب علشان ايه النهارده يبقى في حفله شوي، سواء بقى اموله مبسوطه او مش مبسوطه. انا النهارده مهمتي ان انا اخليهم اكنهم قاعدين في بيتهم، مفيش اي حساسيه، مفيش يمكن امل تنسى اصلا، والنهارده ناخد كلنا على بعض. صراحه يعني ايه خايفه ان احنا نتخانق النهارده، وعماله تقول لي مدام فين مدام فين وجاي امتى والكلام ده كله. خلاص يا ايلا احنا عطسنا كتير، الناس هتقول ان انت تعبانه. فاضل لي حاجه صغيره خالص قبل ما يوصلوا، ان انا انزل الماركت دلوقتي اجيب شويه حاجات كده مستلزمات للبيت، والحق ارجع علشان نعمل حفله الشوي قبل ما ايه يوصلوا. وفي الاخر لا يا ايلا انت كل شويه تعطس، انا بدات اقلق. ايلا يا جماعه بتجيب الخضار معايا، يا ايلا حط هنا، يلا حط هنا عشان ما نتاخرش. هنا هنتاخر دورة، يلا عشان ما نتأخرش. خلاص يا بصي ايه ده، دي برتقانة كبيرة، واو. هنخلص كده، جايين بسرعة جايين، يلا يا هي ماما جت يا ماما. ايه ايه هي عايزه تشبط، فاحنا مش عايزين نشبطها في الشمس دي بقى. هي لو شبطت في الشمس، لا الشمس حلوه، ده مش وحش على فكره. الفدانين ده كله في الشمس. بصي كده برضه. يلا يا جماعه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اول القصيده كده يا حاج ولا ايه؟ وبنعمل ايه طيب؟ اتفضلوا اتفضلوا. بصوا بقى انا هعمل لكم النهارده حفله، وايه انا عايزكم تبقوا مبسوطين وبس. شكرا. اهم حاجه اموله تبقى مبسوطه، ها؟ نحط تحتها خطين كده، اهم حاجه اموله تبقى مبسوطه. انت هديتي يا ابله يا استاذ اهو؟ انا الحمد لله. طيب الحمد لله. وانت يا ابله الاخبار؟ الحمد لله. صلى على رسول الله. والسلام. انا في اول قعده اتكلمنا حاجه بس الاول. لا معلش، هي اهم حاجه لان ايه انا نقعد، فما ما تقوليش انا احنا ماشيين على طول وانا مش جاي برضه. إيه؟ ماشي هنقعد، بس في حاجات كده هنقعد خانقاني شوية. وعايز اقعد بقى، عشان انا بص لا عارف اشتغل ولا عارف ارتاح. اعصابي اسناني شايل سنان واخد بالك، وسنه تانية مكسوره، فالسكر مؤفر معايا، فانا عايز ارتاح نفسيا بقى شويه عشان ارتاح يعني. لان فعلا المثل اللي بيقول لك ابو البنات في الهم الممات، ده المثل ده ما خابش يعني. الراجل اللي بيجوز بنته فوق ان هو ارتاح، لا ده بتبدا المشاكل من بعد الجواز. طب هو مش مرتاح ان انا قاعده عندك ولا ايه؟ يا ماما انت تشرفيني، بس لما تكون قاعده عندي كزياره غير ما انت قاعده عندي في مشاكل بينك وبين جوزك. يعني الدنيا دي مش يعني انت مش حاسه بيا يعني. مثلا انا كل يوم بقيس سكر 350 و400. طب ليه طيب؟ ما هو اسنانها اهي، يعني انا اوريك اهي من خلع سنه. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بص يا حليم صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. حاجات كده انا حسيتها من امل يعني. ماشي. هي طبعا ما اتكلمتش، بس ده احساس اب ببنته. فاول جلسه بينا انت قلت لي ما بعملش حاجه غلط، قلت لك يمكن انت كنت بتعمل حاجات صح وبطلت تعملها. تمام. وانا حاولت من ساعتها ان انا افكر وخلاص يعني، بس انا دلوقتي لو حطيت ايدي على الحاجات اللي انا عايز اعملها عشان تصلح خلاص يعني. انا دلوقتي حسيت ان انا في حاجه اقدر اعملها كويسه، هعملها ازاي وهي بنفس الدماغ؟ انا هتصرف ازاي؟ هعمل الحاجه الجديده انت لازم تعرف الحاجات الاول اللي هي المفروض تتصلح عشان تصلحها.
يعني في حاجه ظهرت جديده؟ ما هو انت في حاجات انت اصلا مش حاسس بيها عشان كده بتعملها. في حاجات انت يعني الانسان عارف ان ده غلط هيبطل ان هو يغلط، لكن انت بتعمله عشان انت مش عارف انت بتعمل ايه. نمرة واحد، وده من 1 ل 99.9 يعني، اهتمامك بعيلة سبب المشكلة. انت النهارده في حياتك ما عادش الا عيلة. الزواسل ده على بجد؟ فكره بالظبط والله، يعني انا اتكلمت معاك، انا ما اتكلمتش معاه على فكره. انا بكلمك طب أقسم كأب، بالله ما انا كلمت مع بكلمك بابا برضو كأب ليك برضو، مش عايز هو ده نتكلم. مزعلها ان انا بهتم بيه؟ طبعا. لا هو مش، انت تمام. يعني هي 99 عيلة و1% ساعة أمل. ليا، ساعة في اليوم، من 24 ساعة في اليوم ساعة، انت ما كنتش بتخليك معايا ساعة، انت 24 ساعة حتى إلى ما شاء الله لما بتنام بتنزل الجيم ما بشوفكش غير تاني يوم صباح الخير مع إلى يعني برضه معلش بيلعب معلش معاها. انا امتى معلش اهتميت بالبنات لغايه ان انا اغير لهم هدومهم، انام جنبهم؟ امهم بتعمل ايه؟ انا براعي الكل، انا كأب براعي الام بالولاد. براعي الولاد شويه، كل ما بيكبروا طب شويه. معلش يا حاج جماعه، لو انا اتفضل. دلوقتي ايلا متعلقه بيا انا، ايوه. فانا دلوقتي ازاي احجب ايلا عني ما عشان هي اقعد مع امل؟ يا بابا لا ما قلتش تحجبها عنك. يا حبيبي يا حبيبي، كل فعل رد فعل. هي عيلة اتعلقت بيك عن مامتها ليه؟ لان انت متعلق بعيلة، فهي بترد لك نفس يعني طب انت الفعل اللي انت عشان بتعمله. برضو احنا نكون جايين على فايده، مش زي القعده اللي فاتت، لان انت بتتعبي وانا بتعب، وادي كمان بابا تعب أصل أنا عايزة وماما أقولك كمان حاجة. تعبت، فاحنا بقينا سبب في التعب. ماشي، انا مش ايه اللي يرضيكي؟ انا مش بقولك على فكره تحجب ايلا عنك، مفيش الكلام ده. انت حتى لو بتلعب مع ايلا او مهتم بيها طيب، ففي اهتمام ماشي. بيا انا ما بلاقيهوش اصلا. ممكن نقول اللي يرضيكي؟ ماشي، انا مش عايز، بص انا بالنسبه لي انا لسه ما فقتش ولسه ما استنى اتكلمتش. استنى، ممكن تخلي الكلام معايا؟ خلي الكلام معايا، لان ما انا بقول لك اهو، انت مش حاسس بغلطك، عشان كده اهو ده حاجات من الحاجات الاخطاء اللي انت بتقع فيها. المفروض انت ما تقولهاش انت عايزه ايه واعمله لك 1 2 3. يا بابا انتوا مش شركه تجاريه ولا شركه مقاولات، انت شركه حياه زواج. انت الاحساس بتاعك بيها هو ده نمره 1. انت تحس ايه المشكله واحلها بطريقتي من غير ما هي تحس. يعني بالظبط. مثلا انا حسيت ان انا متعلق بايه، لو ده مزعل امل، بدل ما اخليها 90% اخليها 70% عيله و30% امل. ما هو مش أنا- هقول لك 50 و50، ما هو ابقى انا كان يجي راجل. على بالي ازاي يا بابا ان امل ممكن تزعل من حاجه زي دي؟ ازعل لأن ايه انت يا ابني؟ كنت انا مش اهتم- زعلانه. هو دلوقتي لو بيلعب مع ايلا طول اليوم وخلاص ايلا نامت، انا بقى المفروض اكون موجوده صح؟ هي مش واصله المشكله. مش انا المفروض اكون موجوده؟ لا بيسيبني ويقوم نازل الجيم لحد ما انا انام طب واشوفه تاني انا يوم. فهمتك. لا لحظه، انت كده فهمت كويس او فهمت بابا ان انا مش قصدي ان انت تحجب ايلا عنك، ولا ان انا متضايقه ان انت بتلعبوا مع بعض طول اليوم ولا الكلام ده. لا انا قصدي ان حتى لما ايلا بتنام انت برضو بتسيبني ومتعمد تسيبني يا وبتنزل حليم الجيم انت يا بتاعك. جيم يا شغل يا ايله. بالظبط فين انا أمل؟ فين؟ انا بجد فين؟ انا مش موجوده في حياتك أمل لدرجه فين؟ ان انا فكرت ان انا انفصل عنك بسبب ان انا حقيقي مش موجوده في حياتك، وانتم مكتفيين بالحياه دي وانت تمام وكويس فيها. انا ايه لازمتي فيها؟ انا اصلا مش موجوده فيها. يعني هو انا لو في حاجه مش عجباني في حياه حد اقرر ان انا انفصل؟ مفيش فيك حل، يعني مفيش فيك فايده. ما اتكلمت نجرب كتير بقى وقلت اهو، كتير ما زهقت. نجرب بقى. احنا تعبت. دلوقتي بنحل وبنصلح وبنعالج بقى، نجرب بقى الجديد بقى. هنفضل تاني لسه في نفس ما هو ده الدوامه؟ الكلام اللي دخلنا احنا في بنقوله. اسبوع واحنا مش لسه احنا قلنا بنقول. اهو. انت ممكن تسكتي بقى؟ انا بص قلت يا اللي حاج، عندي على فكره. انا من خلاص رايي كده. هنقوم بس كده نشوي ونعمل محضر حبيبي لكم انا عايز قعدة اخلص حلوة. قبل منك، لا انا عايز معلش، اخلص من عشان المشكله نفصل دي. الاعصاب يا شويه، حبيب لان احنا قلبي، جايين طب من بره بص يا بابا، والدنيا بص حر بص وانتوا اصل هي جايين الدنيا برضه. مش اكل وشرب. لا انا عايزكم لا تفصلوا ما بس. احنا وهي اليوم هتتبلع ازاي؟ يعني احنا هنشوي مثلا وهنجيب لنا اهل جاهز او هنشويه ماشي، هتتبلع الاكل ازاي واحنا النفسيه اصلا زفت؟ احنا عايزين نحط ايدينا على المشكله عشان نحل المشكله، عشان الحل أنا- ايه؟ أنا عن الحل نفسي- 1 2 3، فنبدا بقى نهدى شويه ونتعامل مع المشكله. ما عنديش مشكله في اللي هي بتتكلم فيه، بس ابدا ازاي وهي مش موجوده؟ طب انا بص يا حليم، انا مش هقول لك بقى انا اجيبها لك واسيبك وامشي، لا انا عايزك بقى تقول لي بروجرام كده، رحله مع بعض انت وهي. ممكن ابقى اجي لك برضه اشوف ده، اطمن عليك بتاع، بس تعمل لي بروجرام كده رحله زي ما انا كنت بسمع واشوف على اليوتيوب بتاع او الحلقات بتاعتك، اخدها ومفسحها ومهتم بيها وايه برضه يعني يا بابا ايه وامل جزء لا يتجزأ، يعني دول مش عنصرين، هو عنصر واحد.
اذا كانت قيله فامل السبب ان قيله تيجي، وامل عشان تستمر معاك باستمرار قيله، فالاثنين حياتكم كلها لازم تبقى واحده. مش وبرضه الرساله دي بقولها لك عشان برضه انت توصلها لبعد مني، يعني بعد عمر طويل انت عندك بنت، تعامل معاها زي ما انا بتعامل مع بنتي. مش كل حاجه اطبطب عليها واقول لها انت عندك حق، لا، هي في حاجات عندها حق بس في حاجات ان مش زي ما انت بتقول، مش كل مشكله يبقى انفصال. انا معاك في دي، وانا قلت لك من الاول انا مؤيدك في دي. مش كل مشكله اعمل انفصال، لا، انا اقعد مع بعض ونتكلم ونشوف المشاكل ايه ونحلها ازاي. بس ان اكل وشرب لا ما يجيش. انا عايز دلوقتي نتعامل بحلاوه الروح، يعني الاول حلاوه الروح تكون موجوده. هنعمل بروجرام فسحه كده ونطلع ونتفسح، احس ان انتوا بقيتوا كويسين، احس بالتعليقات على الفيديوهات كده اللي كانت بتنزل عليكم، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الحب ده، ايه الحاجات اللي انا كنت بقى ما بشوفهاش. ننبسط بقى ونغير جو. كويس كده يا امل ولا ايه؟ ازاي؟ لا، ما هي انا عارف ده بنته، انا عارفها. طب سيبها تهدى، هي برضو اول مره تدخل بيتها من فتره طويله، فسيبها تهدى. مش قوم اشوفوا ايه وتفصل قوم اشوفوا ايه العبي مع ايلا، تخش العبي مع ايلا شويه. بس انا عايزه افهمكم حاجه، ان انا مش هرجع النهارده ولا بكره ولا بعده. طيب ماشي لا معلش، لا ماشي سيبها. مش بمزاجكم ان انتوا ترجعوني مش عافيه. غصبا. بص يا ماما، اسمع بس بالله عليك، سيبها. انت هتطلع تقعد مع ايلا، انا هطلع كده اقعد مع ايلا. بعد كده القرار بتاع اعادك او بتاع يعني او تمشي او كده، ده ما تقعد مع ايلا كده وتشوفي بالظبط. ما انا هاخد ايلا اصلا وهمشي النهارده. روحي العبي مع ايلا شويه. ده احنا لينا الجنه والله العظيم. يا ساتر، ايه ده؟ يا عم نقوم نشوي يا ماما. هي لما تشوفنا والله ما حد بيصدق ان دي مولوده سنه. احنا لما نشوفنا انت عارف ان انا مولود سنه 2000، يعني 23 سنه، واللي قاعده جنب مني الوقت دي بدماغ واحده 17 سنه 15 سنه يعني في المرحله دي، فانت اخدها طفله وتعامل معاها انها طفله. والله انا ما بزهق ولا بتعب، بس هي يا عم ما تجيب شوكولاته الايه هتلاقيها شوكولاته. حاضر. اما جيب لعبه الايه هتلاقيها لعبه. ان شاء الله لعبه تحطها في العربيه من عينيا. نقوم بقى عشان انا اللحمه عندي يا حبيبي، انا مش مشكلتي انا والله، انت بتاخدنا على قد عالي. لا والله، بس هي لما هتشوفنا احنا فكين وطبيعيين، هي غصب عنها هتيجي حتى تشارك معانا في اليوم. انا شايف وبرضه اما تنزل مع عيله ما تقولهاش خدت قرارك ايه وبتاع، ولا هجيب. بص انا هي اللي هتقول عايزين ايه. سيبها بس، هي يا رب تنسى وتبقى تفضل قاعده في البيت بقى، ما تقولكش انا عايز ان شاء الله الكلام ده كله. شوفوا ماما بقى هي طرش. كلموها بقى عشان تقوم تعمل لها الاكل كده يلا ماما يلا بينا. يا سلام. انت لو تعرفي انت وحشاني قد ايه مش هتصدقي، والله عمرك ما هتصدقي. ايه يا حبيبتي؟ يلا بس الورود عامله ايه مع الزرع بتاعك؟ وحشتني قوي. ممكن اعيط يا لولي يا حبيبي؟ انتي وحشتني قوي. يا روح قلبي، انت اللي بتلعب يا جميل. سمي سميها. واو. الله يوي وي هي مبسوطة. لا دي الفحم الواقع. حطه هنا. مش ولا قوي يعني. هنجيب دلوقتي بس المروحه تشيط فيهم لا انا هجيب لك، انا هعمل لك اختراع رايق دلوقتي. بص هجيب لك مروحه بالكهرباء يعني متوجهه على الفحم على طول، يولع اسرع. والله انا حاسه ان القعده عجبتك وان انت قاعد. فاحنا ايه، احنا مش المفروض نمشي؟ انت اللي تقولي بقى. المفروض ان انا امشي. اه ما انا حسيت ان القعده عجبتك. لا بص انا اقول لك حاجه، لو اللحمه طلعت كويسه وانا بعرف اشوي هتقعد. ايه ده؟ ايه ده؟ ما انا بقول لك انت بتقول لي ايه؟ انت طول عمرك بتشوي اللحمه بتطلع احلى من اجدع كبابجي. فمش ده مش اوبشن. ممكن عشان بالليل. يا سلام. ممكن لا طبعا، ده انت لو بتشوي في الضلمه كلها طلع لها لحمه جامده، ده كده فده مش اوبشن. ما انا برضه هقول لك حاجه ثانيه. نتكل على الله. ما هقول لك برضه السلطه يعني عملت السلطه
عملنا سلطه، عملت طحينه؟ ماما عملت كل حاجه. طب ما انا يمكن اكل واتعب. فانا بعد شويه برضه. الشر بص وبعدين وبعدين انا عايز امشي. ابوس ايد امك ريحني. طب انا هقول لك على حاجه، ناخد المفتاح وهروح ما المفتاح ايه؟ البيت. طب ما انا هروح البيت الاقيك هناك. انا عايز انزل شغل. لسه ما خدتش وقتي وما خدتش قراري، فسيبوني بقى براحتي اخد وقتي. ما لا اتفق على حاجات كده معاك. لو خلفها انا هاجي، ما تجيش انت. لو خلف كلامه بس اسمع الكلام. انا اتفق معاه على حاجات، لو خلفها خلاص براحتك. لا والله عادي نفسي. تعالي لي انا اجي اخدك، بس خليك النهارده هنا كده يومين كده ونشوف. لو ايلا رجعت زي الاول كده في حضنك ومفيش غيرك، ما انا هاخدها واروح معايا. انا هاخدها واروح ماشي اللي يريحك يا ماما. ايوه كده. انا هاخد ايلا وهروح، عشان انا عارفه انا الحاج هيقول لي الكلمتين دول. انا عارفه ان هو هيقول لي اقعدي النهارده وحضري. انا شكلي هروح دلوقتي. بص بقى يا حاج، انا في موضوع كده عايز اكلمك فيه بصراحه، علشان شكل امل مصره ومش عايزك تبقى كأنك جيت على الفاضي. فاحنا هنعمل ايه؟ مصر على ايه طيب؟ هي مصره تقول لك لا سيبوني وانا عايز اللي في دماغي هعمله. فانا عندي اقتراح لو شايفه حلو انا مستعد ليه. اتفضل. احنا جبناها هنا البيت ودي خطوه حلوه قوي بشكرك عليها. طيب هنسيبها قاعده في البيت وامشي انا، تروح فين؟ وتبقى اسماء قاعده في بيتها معززه مكرمه. ماشي وماله، هتروح انا فين؟ الدكتور موصيني ان انا اروح يومين اغير جو، ونفس فين؟ الوقت بعمل جلسات لظهري، فمش هحمل ان انا اتعب زياده. هو انا عشان هروح فين أعمل لسه بنتي وانت مش ابني يعني؟ مش طيب. القصد والله، بس يعني هي ايه، انا بصراحه الحجز ده اتحجز من يومين بالظبط، وانا ما كنتش عامل حسابي على ان هو هيجي كده واحنا في الظروف دي. فانا هسيبها اقول لها يومين بالظبط عدد وراجع لك، تكوني يعني خدت على وضع البيت واستقريتي وهديتي كده نفسيا، الدنيا تبقى تمام. لان هي بتقول لك انتوا حطوني في امر واقع وجابريني وكده، فانت ايه رايك؟ انتوا الاثنين تتفلقوا، انا مؤاخذه في الكلمه. انا ايلا، انا عندي لا ايه ما تقلقش والله، احنا برضه يعني انت مثلا لما هتسيب امل هنا وايلا معاها وانت هتمشي. لا ما انا هاخد ايلا. طب ايلا عشان تنبسط. ما احنا دلوقتي عشان ما نظلمش ايلا، اللي فينا مبسوط هياخد ايلا. انا دلوقتي تعبان اقول لها لا انا تعبان الفتره دي، خدي امل مع ايلا معاكي، وهكذا يعني، عشان برضو ايلا في الاخر هي يعني انت هتمشي وتاخد ايلا معاك. ده يومين. طب ما انا برضو مش هقدر اسيبها هنا لوحدها. ما هو انتوا قاعدين بقى اللي يعني انا هقعد معاها هنا. لا بقى ما وشغلي في المقطم، يعني هقعد هنا وشغلي في المقطم. انتوا بقى. طب انا عايز اوصل لحل. بعد مناكفات طول الليل وخناقات وي خلاص اخيرا هنسافر لوحدنا. بس الحلو في الموضوع ان اموله هتقعد في البيت، بيتها واحنا بقى ايه ننبسط لنا يومين. بالظبط. واحنا رايحين علاج برضو، فاهمه ازاي؟ يعني ما تتضايقيش قوي. علاج. السلام. وتابعوا بقى معانا الفيديو اللي جاي، شوفوا ايه اللي هيحصل لما اسافر انا ولولي لوحدنا لاول مره لوحدنا. انتوا متخيلين الجمال يا جماعه؟ يا اخيرا